ايه رأيك لو هتلم المنهج كله قبل الامتحان في ساعة واحدة؟ صديقي طالب تانية ثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيك لو شرحنا المنهج في حوالي ساعة وانت عملت حاجتين هتقدر بيهم تلم المنهج كويس جدا وتحصل بعدهم كمان على مكافأة وتبقى هي الحاجة التالتة بالنسبة لك. لو انت صديقي ركزت في الساعة دي كويس جدا ثم مسكت الورقة والقلم ولخصت الكلام اللي انت سمعته، بعد ما تلخص هتصور الورق الجميل بتاعك وتنزله في التعليقات في الفيديو هنا على اليوتيوب، والفريق بتاعنا هيتابع أفضل تلخيص موجود في خلال الأسبوع ونكافئ الطلاب عليه مكافأة كويسة. بيقول يا صديقي علميا إنك لما بتسمع الحاجة وتركز فيها وتشرحها لنفسك أو تشرحها لحد فده بيثبت المعلومة كويس. فتخيل إنك تقريبا ممكن تقضي ساعتين 3 على الفيديو يفهمك منهج اللغة العربية كله. تسمع الفيديو كويس، تلخصه، فتنزله في التعليقات فتحصل على تركيز كويس بدرجة كويسة. طيب